لو دخلتوا على ابورك وكتبتوا فوق هنا باكجينج ديزاين وشفتوا الناس اللي بتقدم خدمة تصميم الباكجينج او تصميم التغليف بتاع المنتجات، هتلاقوا هنا ناس كتيرة جدا. هنا مثلا الشخص ده بيقدم باكجينج ديزاين او تصميم للتغليف ب90 دولار في الساعة، دي الطريقة اللي بيسعر بيها الشغل بتاعه. هنا هنلاقي 15 دولار وهنلاقي 75 دولار واسعار كتيرة متفاوتة. وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي نشتغل في الباكجينج ديزاين وازاي نصمم التغليف بتاع المنتجات، وهو مجال حلو جدا للشغل، واسع جدا. الباكجينج ديزاين مش بس مجرد ان احنا نعمل تصميم بيكون على العلب او على الشنط، لا ده كل منتج حرفيا موجود حواليكم محتاج باكجينج ديزاين. زي مثلا كل الاكل اللي بيتباع في السوبر ماركت، زي اكياس الشيبس، الاكياس اللي بتحط فيها المكسرات، العلب والازايز بتاعه المساحيق بتاعه الغسيل، منتجات التجميل، كمان الكان او الحاجات المعلبات، سواء الكنز بتاعت المشروبات الغازية او العلب بتاعت التونة والسلمون، كل الحاجات ديت في ديزاينر قاعد يعمل الباكجينج ديزاين بتاعها والتصميم بتاعها. والنهاردة انا جاي عشان اقول لكم على طريقة او اداة تقدروا ان انتوا تشتغلوا بيها باكجينج ديزاين من غير ما تحتاجوا ان انتوا تستخدموا برامج اكثر تعقيدا زي مثلا الستريتور وفوتوشوب وهكذا. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه في الفيديو النهاردة ونبدأ نشرح الاداة بتاعتنا. والأداة اللي هنتكلم عليها النهاردة اسمها باكدورا، بندخل عليها عن طريق موقع باكدورا دوت كوم. الأداة ديت فيها مميزات وفيتشرز مجانية، وكمان في الخطة المدفوعة أو البرو فيها مميزات رهيبة جدا وبتسهل لنا حاجات كتير قوي. ولو عايزين تشتركوا في الخطة المدفوعة تقدروا ان انتوا تستخدموا كود تحفة 20 عشان تاخدوا خصم اضافي على الاشتراك بتاعكم. الاسعار بتاعت باكدورا لطيفة جدا مقارنة بالمبالغ اللي هتكسبوها من الباكجينج ديزاين. زي ما انتم شايفين هنا كده الاسعار، وزي ما قلنا الكود اللي هيظهر لكم دلوقتي على الشاشة تحفة 20 يعمل لكم كمان خصم اضافي للاشتراك. الموقع لطيف جدا ولذيذ جدا في التعامل وسهل ويوزر فريندلي، دي الواجهة بتاعته، وفي تقريبا كل المنتجات اللي ممكن تتخيلوها اللي انتوا عايزين تعملوا لها باكجينج. هنبدأ من فوق كده من هنا من template and dye lines generator. لما اضغط عليها بالشكل دوت هيطلع لي هنا كمية داي لاينز او داي كاتس، والداي لاينز ديت هي الرسمة او الخطوط اللي بتمثل لي المنتج بتاعي اللي انا عايزة اعمل له اصلا باكجينج ديزاين، يعني الخطوط بتاعه الباكج. زي ما انتوا عارفين عشان نعمل مثلا كرتونة مكعبة بتكون في الاول مفرودة خالص، وبعد كده بتتقصقص بالشكل دوت، وبعد كده بتتقفل عشان تعمل لنا الشكل بتاعنا. وكل كرتونة بقى ليها الطريقة بتاعتها، الرسم بتاعتها، يعني دي الرسمة هنا كده ودي الرسم برضو بتاعتها عاملة كده. فهنا في الداي لاينز ديت انا اقدر ان انا احمل اي داي لاين انا عايزاه. اقدر من هنا كده اعمل سيرش عن المنتج اللي انا عايزاه في كل المنتجات اللي ممكن تتخيلوها. هنا برضو في اشكال لبوكسات مختلفة وحاجات كتيرة مختلفة. يعني خلونا مثلا نختار بوكسز with lid، ديت العلب اللي بيكون ليها غطا. في كمان هنا عندي البيبر باجز، الشنط الورقية. عندي مثلا حاجات زي الازايز، سواء بقى ازايز مشروبات، ازايز خل، ازايز بقى اي منتج انتوا ممكن تتخيلوه. كمان عندي هنا الكانز زي ما قلنا، كل الحاجات المعلبات، الجارز، البرطمانات، وحاجات تانية كتيرة جدا. خلونا نجرب ونختار بوكسز with lid اللي هي العلب اللي ليها غطيان، وهختار الشكل بتاع العلبة هنا دوت وهضغط عليه بالشكل ده. هنا عندي تو اوبشنز. الاوبشن الاولاني ان انا احمل الداي لاين دوت واشتغل بيه على الستريتور. لو انا خلاص اوكي واخده على الستريتور، فكل اللي هعمله ان انا ده البوكس بتاعي. ممكن من هنا لو عايزه اعدل على المقاسات بتاعته ممكن اختار المقاسات، عايزاها بالملي ولا عايزاها بالانش. هنا هعدل على اللينث والويدث، الطول والعرض والارتفاع. وهنا كمان هعدل على السمك بتاع الكرتون نفسه او الماتيريال، يعني او المادة المستخدمة في صناعة العلبة ديت. وهنا كمان اقدر ان انا اختار هل انا عايزة العلبة بتاعتي تكون بيج كده، اللون البيج دوت، ولا عايزاها تكون وايت كاردبورد. وكمان اقدر ان انا اختار من هنا اصلا ان هي تكون كاردبورد. اقدر ان انا اختار كذا ماتيريال، يعني زي ورقية اكتر ولا ماتيريال اللي هي بتكون كرتونية اكتر. مثلا ممكن اصغر العلبة بتاعتي شوية، بدل ما هي كده 302 اخليها هنا 205، بحيث العلبة بتاعتي تبقى مربعة. هتلاقوا هنا دوت كده البريفيور دوت بيوريني الشكل بتاع العلبة بتاعتي.
هنا وهي كلوز، ولما انزل كده هنا وهي اوبن بتفتح لي على الاخر خالص الشكل اللي هي اصلا بيتقص منه في المصانع الكرتون او الماتيريال ديت وتتعمل، واقدر ان انا اقفلها تاني. كمان لو جبت علبة تانية زي ديت كده ودخلت هنا دايمنشن اي كلام، هلاقيه كاتب لي ان الدايمنشن اللي انتي مدخله دوت هيأثر على البرينتنج وهيبوظ الشغل بتاعك. يعني هو مش بس سايبني كده بشتغل اي شغل وخلاص، لا ده كمان بيقول لي بعض التبس اللي تخليني اظبط الشغل بتاعي اكتر. ومن هنا بقى اقدر ان انا احمل الفايل بتاعي دوت بصيغة .ai اللي هي يعني افتحها على الستريتور. اقدر كمان احملها PDF، اقدر كمان انا احملها 3D موك اب، احمل الصورة ديت وتتحمل لي تظهر عندي كده بالشكل دوت لو عايزة اوريها لحد. وكمان DXF ديت للناس اللي بتشتغل بالاوتوكاد، فهحملها كده .ai واقدر ان انا افتحها بالشكل دوت من الستريتور لو انا عايزة اشتغل في الستريتور على طول، وابقى حصلت على الدايمنشنز اللي انا عايزاها. وهلاقي هنا كاتب لي بقى الابعاد بتاعتي كلها من الداخل ومن الخارج وكل حاجة انا عايزاها. كمان من هنا اقدر ان انا اروح تاني كده للمودلز، وهنا هلاقي في ماي ديت كل العلب اللي انا اشتغلت عليها قبل كده. عشان بقى اعمل التصميم بتاعي عندي طبعا الاوبشن الاولاني اللي قلت لكم عليه ان انا احمله طبعا على الالستريتور واشتغل بقى بالداي كات اللي انا عملته دوت واحط التصميم اللي انا عايزاه، او الاوبشن التاني ان انا اعمل التصميم بتاعي من الموقع نفسه. ممكن اختار من هنا كده ديزاين اونلاين، او ان انا اروح على الهوم بيج بتاعت باكدورة واجي من هنا من موكابس جنريتور واختار بقى المنتج اللي انا عايزاه. خلوني مثلا اختار الشكل بتاع البرطمان، فانا هقول له هاني جار، عايزة البرطمانات بتاعة العسل. هتطلع لي كل البرطمانات ديت، اختار منهم اي برطمان انا عايزاه واختار البرطمان دوت كده واعمل له اديت. هنا هتلاقوا ديت الانترفيس ديت او واجهة المستخدم ديت زي بالظبط اللي اخترناها لما دوسنا من هنا كده ديزاين اونلاين، نفس الشكل لكن مع الاختلاف. هلاقي هنا ان البرطمان الاوبشنز اللي فيه ان انا اقدر ان انا الف البرطمان يمين وشمال واتفرج عليه زي ما انا عايزة. وهلاقي هنا برضو اوبشنز للماتيريال بتاعت البرطمان نفسه، انا عايزة الماتيريال بتاعته تكون ازاز مات ولا لا، السيرفس نفسه يكون شكله عامل ازاي، وكل التفاصيل دي. كمان الليد او الغطا يكون شكله عامل ازاي، اقدر اتحكم برضو في الاوبشنز دي كلها. بالنسبة مثلا لحاجة زي العلبة، في هنا حاجة جميلة قوي ان انا اقدر اشوفها برضو اوبن وكلوز، تفتح كده على الاخر وتقفل. الحتة دي بصراحة بالنسبة لي مبهرة جدا. وبرضو نفس الكلام اختار الماتيريال بقى بتاعة العلبة بتاعتي ديت انا عايزاها يكون شكلها عامل ازاي. وخلونا نشرح هنا على البرطمان عشان هو ابسط بكتير. اختار مثلا من هنا باك جراوند، اقدر برضو اختار الخلفية بتاعة الشغل بتاعي يكون شكلها عامل ازاي. فانا اتخيل مثلا ان ده برطمان عسل وهنعمل بقى الديزاين بتاعه. اقدر بقى اختار الباك جراوند دي تكون جريدينت ولا كولر ولا ايمج، اي حاجة انا عايزاها. وبعد كده بقى من ايديت هنا هضغط ضغطة واحدة على upload your image، ومن هنا كده اقدر ان انا اقول له add images، اختار الايمج اللي انا عايزاها. فاختار الصورة ديت، انا ديت كنت عاملاها قبل كده، فهحطها وهظبط الابعاد بتاعتها بالشكل ده، ومثلا ارفعها كده. وهنا هلف البرطمان بتاعي عشان اتفرج عليه زي ما انا عايزة واشوف الشكل. اقدر ان انا اكبر البريفيو كده عشان اشوف اكتر البرطمان بتاعي وارجع اصغرها مرة تانية. ما عنديش انا مثلا صورة استخدمها وعادي خالص ممكن اعمل ديليت بالشكل ده واستخدم بقى المميزات الفظيعة اللي باكدورة مدينها لي. من هنا كده من elements اقدر ان انا اضيف نصوص، اضيف اشكال. خلونا مثلا ندوس shapes، هنلاقي كل الاشكال ديت. اضغط على ديت كده هلاقي كمان عندي هنا text combinations، يعني اقدر ان انا استخدم بصوا حاجات شبه البادجات كده واكتب عليها التصميم بتاعي. من هنا كمان باكجينج سامبلز، لو عايزة احط رموز مثلا حاجة قابلة للكسر، الرموز ديت برضو بتاعت اعادة التدوير. كل الاشكال اللي بتبقى موجودة على العبوات موجودة هنا جاهزة، انا مش محتاجة اجيبها من اي موقع تاني خارجي. لو نزلت تحت كده شوية كمان هلاقي العلامات بتاعت السوشيال ميديا، اقدر اضيفها مثلا لو الشركة اللي انا شغالة معاها بتعمل حاجات للسوشيال ميديا. هنا كمان في inspirations، من inspirations ديت هلاقي patterns، يعني انا مثلا ممكن اختار باترن زي ديت للبرطمان بتاعي، اغير كمان في الالوان بتاعتها. يعني انا عايزة مثلا اخلي الازرق دوت يبقى لون تاني، وليكن مثلا عايزاه يبقى درجة من درجات الاورنج،
واللبني ده مثلا عايزاه يبقى الدرجة ديت كده، عايزاه درجة من درجات الأصفر. وبعد كده هاجي هنا من elements وهحط شكل كده بادج من دول اللي هو هكتب فيه البراند مثلا بتاعتي. هضيف دي كده واصغرها شوية. هلف هنا البرطمان بتاعي زي ما انتوا شايفين، مثلا انا طلعت فوق قوي في الريفيو بتاعي موضح لي ان ديت كده هتبقى مقصوصة ومش هتبقى باينة في الشكل بتاع البرطمان بتاعي. اصغرها مثلا كده شوية، اعمل من هنا كده بقى زوم عشان اغير في النص بتاعي. هنا هقول له انجروب عشان اعرف اعدل على كل حاجة موجودة في البادج بتاعي دوت. وهضغط كده بره واجي هنا اكتب مثلا بقى الشركة مثلا بتاعتي ديت، وليكن هنسميها اي اسم مثلا بي هاني. ممكن بقى اعمله خط كابيتال. هنا اقدر اتحكم في نوع الخط نفسه، هنا الحجم بتاع الخط، اللون بتاع الخط اي لون انا عايزاه. وهنا حاجة ذكية جدا، هو مطلع ريكومنديشن من الباترن اللي انا عملتها. فانا هخلي الهاني ديت كده باللون دوت، او خلينا نخليه بالاورنج ده. وعد هنا مثلا ممكن بقى نكتب اي حاجه بيور هاني sealed with love and patience keeping good inside. اي حاجه هنا مكتوبه اوكي ماشي، الكلام ده عاجبني. هنا طبعا بنعمل يعني شغل ايه سهل وبسيط. انتوا طبعا بقى هتعملوا شغل اروع لان ده مش مشروع معين. ممكن بقى ادي ديت كده نفس اللون الاورنج ده. وده كده البرطمان بتاع العسل بتاعي. يعني خلونا نصغر دي ونضيف دي كده برضو، نصغر ده كده ونضيفه هنا كده في الجنب، بحيث لما نلف البرطمان هنلاقي هنا بقى اللي هي بتكون الباركود بتاع المنتج. وهنا نكتب اسم الشركة بتاعتنا. اوكي خلاص انا عاجبني جدا التصميم دوت. هاجي من هنا كده واقول له سيف. ده كده التصميم بتاعي. وهنا هقول له سوبر اكسبورت. انا عايزة اخد التصميم بتاعي دوت بقى عشان ابعته للعميل. عندي هنا بقى اوبشنز جميلة جدا في الاكسبورت. هل انا عايزة احفظه كموك اب؟ اوكي انا عايزه احفظ دوت كده بالظبط كموك اب، تمام. انا عايزه احفظه كداي لاين، يعني عايزه الداي لاين دوت احفظه بالتصميم اللي عليه. ودي حاجه تحفه جدا ان انا اخده بقى واوريه للعميل لو عايزه ابعته له، لو عايزه ابعته للمطبعه نفسها، عايزه استخدمه على طول. طبعا هنا هو ظابط على طول ان الكالر مود بيكون CMYK. وممكن كمان اخده في فورمات AI، يعني افتحه على ادوبي الستريتور وممكن افتحه كPDF. وهنا انا مختاره ان الفايل تايب هو الارت وورك، يعني دوت الداي لاين اهوت بالارت وورك نفسه، بالعمل الفني اللي انا عاملاه. ممكن كمان اخد الداي لاين فايل بس، يعني من غير ما الارت وورك دوت يكون انكلودد معايا. ممكن كمان ان انا احمله كفيديو، دي حاجه جميله جدا. هختار ساعتها حاجه من دول وهيتحمل لي الملف بتاعي وهو بيلف بالشكل دوت، وطبعا ككود. وبعد كده هقوله export now وكده انا تمام. لو جينا بقى بصينا على البوكس اللي احنا كنا متكلمين عليه من شوية وبرده كنا بنعمل له edit، هاجي من هنا كده عادي اقول له upload your image. وبعد كده من هنا برضو اقدر ان انا بقى احط elements في الحتة اللي انا عايزاها. هنا من الانسبيريشنز ديت اقدر ان انا احط حاجة في البوكس نفسه من بره، يعني اقدر ان انا اخلي البوكس من بره عليه الاشكال ديت. ده كده هيكون شكل البوكس بتاعي. وانا هنا بعمل تصميم للاوتسايد بتاع البوكس، البوكس من الخارج. اقدر ان انا اختار كمان البوكس من الداخل. انا عايزة البوكس من الداخل يكون فيه تصميم لون شكل معين. يعني مثلا بصوا اقدر ان انا اختار ان البوكس من الداخل يكون اصلا لونه ابيض، ومن بره بقى يكون ليه لون. مثلا خلونا نختار اللون الغامق دوت. فده كده البوكس هيكون شكله من بره وهو مقفول، ولما يتفتح هيكون واخد اللون دوت. يعني انا مش بس اقدر ان انا اعمل تصميم من الخارج فقط، لا انا اقدر اعرض للعميل بتاعي الشكل بتاع الباكج بتاع المشروع بتاعه بشكل احترافي جدا. كده خلونا ندوس سيف. كده انا حفظت الشغل بتاعي. لما احفظ الشغل بتاعي هاجي هنا كده من workbench، هلاقي ديت المشاريع اللي انا كنت شغالة عليها في السابق عشان لو عايزة ارجع تاني واشتغل عليها مرة تانية. ومن هنا هلاقي اخر حاجات انا كنت عاملة لها داونلود، دي التاسكس اللي خلصت عندي. حاجة كمان بقى جميلة جدا في بكدورة وهي ازاي اقدر اعرض الشغل بتاعي للعميل بشكل جذاب واحترافي جدا. هاجي من هنا كده من 3D Design Tools وهختار اي منتج من المنتجات اللي عندي ديت. خلونا نختار الشكل بقى بتاع التيوبس، الحاجات اللي هي بتاعه الكوزماتكس او الحاجات التجميل. واختار من هنا كده 3D Design. ومن هنا كده ممكن اقول له ابلود، هيوديني تاني عند الانترفيس او واجهة المستخدم اللي بعمل بيها التصميم بتاعي. اختار له مثلا الشكل بتاع الشجرة دوت. وهنا كده من elements هنزل تحت شوية
واديله بقى اي اسم عندي، وليكن مثلا اهو خلوها كده عريضة للاخر، حاساها شكلها لطيف. وهصغر دي كده، هعمل بقى شوية كده حركات. الميزة هنا ان هو فعلا بيوريني المنتج بتاعي عامل ازاي، ده بيسهل عليا كتير، فبكون عارفة انا التصميم بتاعي احطه فين بالظبط. هعمل انجروب وهعمل شوية تعديلات على النص اللي موجود هنا، وهقول له سيف بالشكل ده. هيوديني بقى عند المكان بتاع ال 3D ديزاينز دوت. انا عايزة اعرض المنتج بتاعي بشكل يكون عامل ازاي. ممكن مثلا اقول له كده سويتش سين، انا عايزة المنتج بتاعي يكون عامل بالشكل ده. خلونا نقلب هنا كده في السينز بتاعتي ديت. ممكن مثلا احب ان انا اعرض المنتج بتاعي للعميل بالشكل دوت. هنا من الباك جراوند ديت هختار الشكل بتاع الباك جراوند بتاعتي. ممكن اديله مثلا جريدينت بالمنظر ده، واخلي مثلا الجريدينت بتاعي يكون اي درجة من الدرجات اللي انا عايزاها. وكمان اللايتنج من هنا، الإضاءة بتاعتي أنا عايزة الإضاءة بقى تكون إضاءة ناعمة، إضاءة زي مثلا الإضاءة بتاعة الشمس، أي إضاءة بقى أنا عايزاها هتغير لي طبعا في شكل المنتج بتاعي. من ادفانسد من هنا أقدر أن أنا أتحكم في الارتفاع نفسه بتاع الإضاءة، بحيث الظل هيجي من هنا، والزاوية بتاعة الإضاءة دي جاية منين بالظبط. بعد ما اخلص الشكل اللي انا عايزاه، اعمل من هنا كده سوبر ريندر، بحيث ان الصورة دي تترندر وتنزل لي على الجهاز بتاعي. كمان في اشكال بقى كتيرة حلوة جدا، حاجات موجودة في النيتشر في الطبيعة، هلاقي سما، وهلاقي كمان الشكل ده. يعني الشكل ده مناسب قوي للمنتجات اللي هي بتاعت الكوزماتكس او الحاجات التجميلية، اللي هي بيكون فيها بقى المشهد نفسه يكون فيه زرع وحاجات. هاجي من هنا برضو اختار الباك جراوند اللي انا عايزاها. اي حاجة هنا بقى اقدر ان انا احركها، يعني الكورة دي مثلا اقدر ان انا انزلها كده لتحت شوية او ارفعها لفوق، اكبرها واصغرها، اعمل فيها اللي انا عايزاه. والكورة نفسها من هنا اقدر ان انا اتحكم في اللون بتاعها. مثلا لو انا مش عايزاها تكون باللون الابيض، عايزاها تكون درجة من درجات الازرق، اي بقى لون انا عايزاه، مثلا درجة من درجات الاصفر. عايزة اضيف حبة assets اللي هي الحاجات اللي موجودة عندي هنا. اقدر ان انا اضيف اشكال زي الاشكال اللي موجودة قدامي دي. اقدر ان انا اضيف كمان نباتات. اقدر كمان ان انا اضيف للسين او المشهد بتاعي حاجات زي الترابيزات ديت. وكمان اقدر ان انا اضيف فواكه وخضروات لو انا مثلا بعمل منتج ليه علاقة بالاكل. وكمان الرفوف وديكوريشنز بقى يعني متنوعة زي الاطباق والمعالق. يعني اقدر ان انا اعمل سين كامل من غير ما احتاج برنامج 3D زي بلندر والبرامج المختلفة التانية. وكملخص لفيديو النهارده وايه الحاجات اللي انا اقدر اعملها ببكدورة. اول حاجة ان انا اقدر احصل على الداي لاين او الداي كات لاي منتج باي ابعاد انا عايزاها، واشوف شكله وهو بيتفتح وهو بيتقفل، عشان ابقى متأكدة ان المنتج دوت قابل للتحقيق على ارض الواقع، وان هو فعلا لو وديته لمكان عشان يعمل لي الكرتونة دي بالظبط هقدر ان انا احققها ويكون معايا الابعاد بتاعته. اقدر ان انا اخد الداي كات دوت واشتغل عليه على الستريتور، او لو انا ما عنديش الستريتور او ما عنديش خبرة فيه خالص، اقدر ان انا اجي هنا على طول واعمل ديزاين. اقدر ان انا اعمل تصاميم زي اللي ظاهره قدامكم على الشاشه ديت. كمان اقدر ان انا اوري العميل بتاعي التصميم اللي انا عملته، سواء كان مجرد بس الارت وورك نفسه، او اوريهوله كمان كموك اب على منتج باكتر من شكل، واغير فيه الخلفيه زي ما انا عايزه. مش بس كده، اقدر ان انا اوريله كمان المنتج بتاعي كفيديو وهو بيلف او وهو بيتحرك، او كمان اقدر اوريله المنتج بتاعي في سين او في مشهد زي دوت يبقى شبه الاعلان. لو انا عامله تصميم اقدر انزل مثلا الصوره ديت على انستجرام او على لينكد ان او في البورتفوليو بتاعي على بيهانس، كنوع من انواع التسويق ليا ولشغلي. ولو عايزين تعرفوا ازاي هستفيد من بكدورة واعمل بيه تصاميم احترافية لمنتجات مختلفة، ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام وتعملوا هنا سبسكرايب، عشان هينزل هنا فيديوهات. وكمان على انستجرام هنعمل فيها باكجينج ديزاين لمنتجات كتيرة مختلفة، وهنشرح ازاي عملنا التصاميم ديت. وزي ما انتم شايفين كل دي منتجات موجودة على بكدورة نقدر ان احنا نعمل لها ديزاين. فاكتبوا لي في التعليقات الباكجينج ديزاين اللي جاي حابينه يكون لمنتج عبارة عن ايه. هل مثلا منتج زي الكان ديت، ولا الدروب بوتل ديت، ولا ايه بالظبط؟ كل دي منتجات موجودة عندكم واوبشنز كتيرة جدا. شاركوني في التعليقات ايه هو المنتج اللي حابين نعمل له ديزاين المرة الجاية. الى اللقاء في فيديو جديد، دمتم بخير، باي باي.